السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. كما راكم تشوفوا معايا وصفتنا لنهار اليوم راح تكون وصفه رمضانيه، وصفه السوفلي بعجينه قطنيه بمكونات بسيطه ومقادير موجوده في كل بيت. كما راكم تشوفوا يجينا خفيف ماهوش معجن والعجينه بدون دلك خواتاتي. كما راكم تشوفوا معايا السوفلي تاعي، شوفوا خرج من اروع ما يكون. يلا خواتاتي نروحوا مقادير وطريقه تحضير السوفلي تاعنا. اول حاجه اللي راح نديروها راح نخدموا العجينه تاعنا. عندي هنايا 2 كيسان تاع الفرينه، طبعا الفرينه تاعي غربلتها، والكيسان اللي استعملته هنا تاع 220 مليلتر. عندي ملعقه كبيره تاع خميره الخبز تكون ممسوحه. عندي بياض حبه تاع بيض والصفار ندهنوا به السفلي تاعنا. عندي ملعقه كبيره تاع الخل اللي الدور نتاعه يلعب كمحسن للعجينه تاعنا. عندي ربع كاس تاع الزيت. كما راكم تشوفون خلطوا كامل المكونات مع بعض. بعدها راح نضيفوا الحليب. هنا ما استعملناش الماء البنات، نورمالمون كاع عندكم الحليب تاع الشكاره، انا هنا استعملت فقط حليب الشكاره. واللي ما عندهاش تستعمل اللحظه، واللي ما عندهاش كامل تستعمل الماء كامل، والعجينه تاعكم تجيكم شابه. مي الحليب راح يعطي هذيك الخفه اللي رانا نحوسوا عليها. في هذه المرحله كما راكم تشوفوا راح نخدم بيديا وراح نلم العجينه تاعي، مانيش ندلك فيها. كما راكم تشوفوا نلم العجينه تاعي بهذه الطريقة. ما نضيفوش الحليب ضربة واحدة، باسكو كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش، بالتالي تبقاي تزيدي في الفرينة. كما راكم تشوفوا معايا قوام العجينة لازم يكون يتلاصق في اليد باه يجيكم السفلي تاعكم خفيف. راح نخلي العجينة تاعي حتى تخمر لي. في هذا الوقت راح نوجد الحشو تاعي. هنا خواتاتي بعد ما خمرت لي العجينة هبطت لها الخمور وراح نديرها ولا نقسمها حبات كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. راح نسقم الحبات تاعي هكا باه يجوني كي نحلهم يجوني دائريين. الحشو واش استعملت فيه؟ درت فيه فقط حبة تاع بصل، ودرت فيه حبة طماطم وملعقة صغيرة تاع طماطم مصبرة، والتوابل درت فيها فلفل أكحل ولا فلفل أسود، ودرت فيها البابريكا. هذا ما درت في الحشو تاعي باه يجينا بنين. ما تكثروش التوابل البنات. قليتهم ودرت لهم واحد ربع كاس تاع الماء هكا باه طيب لي طوماطيش والبصل تاعي غايه. بعدها خليتهم ينشفوا لي. واللي تبغي الحشو تاعها يجيها حار دير فلفل حار ولا دير ملعقه صغيره تاع الهريسه. هنا علاه فرشت ورق الزبده. انا ما نبغيش ندير العجينه تاعي فوق سطح العمل، لانه هذا غير غلاف ماشي رخامه. لذلك راكم تعرفوا الغلاف يروح له ذاك اللون قادر يلصق لي في العجينه. كما راكم تشوفوا حليتها بهذه الطريقه بالحلال. لازم تحلوا العجينه تاعكم رقيقه هكا باه ما يجيكمش السفلي تاعكم معجن من الداخل. طبعا الفرن تاعي راني شعلته على درجه حراره 170 درجه ونخلوه يسخن لي غايه. بهذه الطريقه قلت لكم اخواتاتي لازم نحلوا العجينه تاعنا بسمك رقيق، وبعدها نديروا الحشوه تاعنا ونديروا لها ملعقه صغيره تاع فرماج. كما تقدروا تستعملوا فرماج رابي، انا مش متوفر عندي. استعملت فقط تاع البيدون. وكي نغلق الحبه تاعي لازم ندرك عليها بالاطراف صباحتيه هكا باه ما يتحللناش السفلي تاعنا لداخل، لانه كما تعرفوا العجينه راه فيها خميره الخبز، لذلك قادر تتحللكم السفلي تاعكم لداخل. بعد ما كملت الحبة تاعي راح نديرها في الصينية، وبعدها نضيف معاكم الحبة الثانية بنفس الطريقة. حليتها بعدها درت فيها الحشو، بعدها درت فيها الفرماج هذا اللي راكم تشوفوا فيه، وغلقت الحبة تاعي وضغطت عليها بطرف صباحتية كما راكم تشوفوا، ودرت هذاك الشكل تاع الفرشيطة. وكل واحدة ودير الشكل اللي بغاته في السفلي تاعها. راح نكمل الحبة تاعي بهذه الطريقة ونروحوا نكملوا باقي الوصفة تاعنا. هنا خواتاتي بعد ما ستفته كامل في العجين في السنيوه تاعي عفوا، راح ندهن السفلي تاعي بهذيك الصفار تاع البيضه
وبعدها نرشوه بشوية تاع جلجلان او سمسم. اذا عندكم سانوج تقدروا ديروا السانوج، وتقدروا ديروا ثاني نص حبة زيتون في الوسط. تزيين يبقى اختياري. هنا خواتاتي تعبت بزاف، مع تعرفوا التعب تاع الدار تاع الاولاد، مع راني مريضه وكامل. ايا قلت والله ما نكمل الحبات هذوك، باسكو السوفلي راه يدي وقت ماشي كيما البوراك. ايا قلت علاه ما نديرهش خبزه تاع سوفلي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. فتحت العجينه تاعي، جبتها في سنيوه اللي فرشت عليها ورق الزبده، بعدها درت عليها الحشو ودرت عليها الفرماج، وراح ندير عليها خبزه الثانيه ونغلق بهذه الطريقه، وندهنها كذلك بصفر تاع بيض ونرشها بشويه تاع جلجلان. يلا خواتاتي نكمل بهذه الطريقه ونتلاقاو مع الوصفه تاعنا واجده. وصفتنا لنهار اليوم راهي واجدة كما راكم تشوفوا. السوفلي خفيف كما القطن، بعجينة قطنية بدون دلك، من أروع ما يكون خواتاتي. نتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم. ما تنسوش تدعموني باشتراك وجيم، لأنه الفيديوهات تاعي كامل راهم هابطين. راكم بخليني بزاف بلي جيم خواتاتي، رغم أنه راني نتعب ونحط لكم وصفات اقتصادية توالم كل العائلات وتهنيك من الوقوف في المطبخ تاعك بزاف. دروك نفتح معاكم الخبزه تاع السفلي وتشوفوها كيف جات كيما هذا الحبات خفيفه فارغه من الداخل، وكذلك ماهيش معجنه عفوا. الهضره راهي تروح لي من التعب والمرض. اللهم اشفيني واشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفه رمضان، وصفه سوفلي خفيف. يلا اخواتاتي نتلاقاو مع وصفه اخرى وفيديو جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه.